السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي بتاعت الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا معانا النهاردة فيديو جامد جدا من الكرتونة دي، هوريكي كمان الكرتونة عاملة ازاي. شوفي كرتونة رديئة ومقطوعة بصي هنعمل منها النهاردة حاجة جامدة جدا وهتنفعنا في أي وقت، وكمان في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، ويعد عليكم الأيام بخير بإذن الله، وينصرنا وينصر أهالينا إن شاء الله في غزة. ويجعلوا رمضان مبارك عليهم وعلينا بإذن الله. أول حاجة عملتها معايا في الكرتونة ديت، بصي هي مفككة كده، أنا قطعت الغطا بتاعها، مش عايزاه دلوقتي، هقص منه جزء للجناب كده علشان اخليها جامدة برضو اكتر. مع ان الكرتونة بصراحة ما كانتش محتاجة قوي، كانت قوية وجميلة. جبت معايا هنا الكرتونة وجبت مسدس الشمع، وابتديت ان انا الزق بقى ايه الحتت اللي فكت ديت. هي كانت متدبسة كده بس الدبوس بتاعها فك، فانا بقى لزقتها عشان ايه تبقى قوية قوي وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت هنا القطعتين الكرتون دي بقى علشان برضو تخلي الجناب معايا قوية اكتر وتبقى جامدة. تقدري ان انتي تستغني عنهم طالما الكرتونة بتاعتك قوية وحلوة، لكن انا حبيت ان انا يبقى شغلي اكتر يعني ثابت كده وجامد وشكله حلو. جبت بقى معايا هشتغل بايه، هشتغل بقماش الخيامية طبعا. احنا اليومين دولت في رمضان وهنعمل كل شغلنا ان شاء الله بالخيامية كله لشغل رمضان. جبت هنا قطع عشان اغلف جوه، وجبت كمان قطع علشان اغلف العلبة بتاعتي من تحت علشان خاطر تبقى متقفلة كده وشكلها جميل. حطيت كده شمع وابتدي كمان بقى ان انا اغلف الجوانب بتاعتها بالطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة. تقدري ان انتي تنفذي فكرة زي كده من حاجة يعني المفروض انها تترمي يعني، هنعمل منها حاجة جامدة جدا. عشان اقفل الجناب معايا مظبوطة بقصقص كده حتة من الجنب عشان خاطر اثبت معايا. آم، زي ما انتوا شايفين كده طبعا الفيديو والخطوات موضحة الشغل مظبوط، يعني اكتر كمان من الصوت. كده بقى انا غلفت كده القاعدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين وخلصتها. طيب هشتغل في ايه تاني هقولك دلوقتي على طول. خلاص اهوت اخر القطعة وهقولك دلوقتي هنعمل ايه. طيب انا عندي هنا انا هغلفها من جوه كل حاجة، بس انا عايزة الاول هشتغل على الجزء الخارجي ده. طيب انا معايا هنا ايه ده، خيط كده كنت جايباه من عند الموين، كان جميل جدا ولونه كده ابيض وعاجبني بصراحة. تقدري ان انتي تستبدليه بخيط مكرمية نفس السمك بتاعه ده كده او اكتر، يعني اللي موجود وياكي يعني. او خيط مثلا صوف شكله حلو، هقولك دلوقتي هنعمل ايه. تقدري ان انتي تعملي بكذا لون بلون واحد يعني على حسب المتاح معاكي والموجود عندك، هتقدري ان انتي تعملي. هلف على العلبة بتاعتي كده من تحت زي ما انتوا شايفين بالخيط دوت او بالحبل ده بالطريقة دي كده، لحد ما اعمل جزء معين كده من العلبة بتاعتي بالخيط. كل ما اجي امشي شوية اعمل ايه حتة كده من الشمع عشان تثبت معايا الحبل بتاعي او الخيط بطريقة ديت كده. كده انا عملت الجزء اللي تحت ده كده بالخيط الابيض ده. عندي بقى هنا خيط الصوف اللي احنا اشتغلنا بيه مع بعض قبل كده، وهينفع كمان علشان لونه مناسب مع لون قماش الخيامية اللي معايا، هيدي شكل حلو قوي. هبتدي ان انا الف كده اول واحدة كده زي ما عملنا في الحبل كده. اول سطر كده هنشتغل هنلزقه الاول بالشمع، وبعدين نبتدي ان احنا نلف كده عليها لحد ما نخلص الجزء اللي فوق ده كله. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهو كده انا خلصت اول سطر معاكم، وهبتدي ان انا الف معاكم الخيط دوت عليها كده بالطريقة ديت. هتعمل معايا شكل حلو قوي لحد ما اخلص الجزء الباقي منها دوت بالطريقة دي. كل ما امشي خطوة كده احط حتة شمع علشان بس الشغل معايا يبقى ثابت وحلو. يا رب بس أكون وضّحت يعني الخطوات كده شرحها كويس جدًا، ويكون واصلة لكم كويس.
كده بقى أنا خلّصت الجنب كده بالخيط بتاعي خلاص، أنا جِبت بقى القماشة اللي أنا هاحطها جوّه أنا عايزة أتنيها، فهاتنيها إزاي؟ ممكن تتنيها برضه بالخياطة، بس أنا هاعملها معاكم بمسدس الشمع، هابتدي أحط شمع كده، هابتدي أضبط إيدي على المقاس اللي أنا محتاجاه بالضبط، ما عشان ما تبقاش حتّة عالية وحتّة واطية، أو حتّة كبيرة وحتّة صغيّرة، لأ، أنا عايزاهم مضبوطين جدًا. كده تنيت الحرف معايا وهابتدي إن أنا أحطّه على حرف الخيط يعني آخر خيط كده على الحرف زي ما أنتم شايفين كده علشان تدّيني منظر جميل. كده بقى خلاص أنا باخلّص أهوّة الجزء اللي جوّه زي ما أنتم شايفين كده وخلاص هاعمل إيه بقى، أروح ماشية على الخط كُلّه داير ما يدور أو حوالين المستطيل بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، وهاثبِّت الحرف الخارجي من العلبة بتاعتي كُلّها. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، بس تقدري إن أنتِ تنفّذيها في أي وقت، جميلة جدًا. كده أنا خلّصت أهوّة وثبّت معاكم آخر قطعة أهوّة، كده لزقت الحرفين من جوّه من بعض كده، وهابتدي بقى ألزق كمان، أحُط شمعي كده في الحرف من جوّه وابتدي إن أنا إيه، ألزق عليها أهو. بُصّي سهل يعني، بيتهيأ لي الفيديو موضّح أكتر من الشرح اللي أنا باقوله كمان، وسهل أكتر يعني. كده بقى بعد ما خلّصت كده، طَب الجزء اللي جوّه دوّة أنا هاعمل إيه، جِبت معايا قطعة كرتون على قد القطعة اللي جوّه بالضبط، وهابتدي إن أنا ألزقها بالشمع زي ما أنتم شايفين كده بحتّة قماش من الخيامية برضه، علشان أبقى قفّلت معاكم الشغل بتاعي مضبوط، وما يبقاش فيه أي ديفوهات خالص. كده بقى خلّصت لزق حتّة الكرتون أهيّة، وبعدين هابتدي إن أنا أحُط عليها شمع كتير كده، علشان خاطر تلزق معايا كويس من تحت. بس كده، أنا كده قفّلت العلبة بتاعتي من جوّه ومن برّه ومن كل حتّة. طيب أشتغل بإيه تاني؟ عندي بقى طبعًا شغل رمضان، شغل خيامية، يبقى عندي بقى الشريط بتاع رمضان الجميل. أنا كنت جايبة لفّة كبيرة كده من السنة اللي فاتت وأنا شغّالة بيها، رخيصة جدًا في العتبة وتقدري إن أنتِ تجيبيها هتقعد معاكِ مش سنة، هتقعد معاكِ سنة و2 لو أنتِ بتحبي الشغل دوّة، هتقعد معاكِ وهتعملي بيها شغل كتير جدًا. كده أنا عملت حوالين العلبة بتاعتي كده من برّه كده بالخيامية، جيت برضه لأ، أنا حابة إن هي تبقى ديكور أكتر، هاعمل بقى على الحرف بس من جوّه. زي ما أنتم شايفين كده، هتدّي منظر جميل جدًا. طيب العلبة دي بعد ما أخلّصها هاستعملها في إيه؟ دي استعمالاتها بقى كتيرة جدًا، تقدري إن أنتِ تعمليها كديكور على تسريحتِك، تعمليها كديكور على ترابيزة السفرة، على ترابيزة الأنتريه مثلًا، تحطّي مثلًا على السفرة مثلًا وتحطّي عليها علب الكاتشب والمايونيز والحاجات دي، حاجاتِك اللي بتستعمليها. ممكن تحطّي فيها المُعطِّر و والشمعدان مثلًا، أي حاجة. بُصّي هي ديكور جميل أوي لرمضان. يا رب، يا رب أكون بُصّي شكلها جميل أوي، أوي كمان من جوّه ومن برّه جميلة جدًا. يا رب أكون أفدتِك، وعملنا من كرتونة رديئة جدًا المفروض كنا نرميها، عملنا منها حاجة جميلة جدًا هتنفعنا في رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين. وما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وهستنى رأيكم في الكومنتات وهرد عليكم كلكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.